اليوم ده بنستناه كل سنة، بيكون أول جمعة في شهر إبريل في الوطن العربي، وبيكون تاني يوم 2 في شهر نوفمبر في باقي العالم. اليوم ده هو يوم اليتيم. في اليوم ده بنحتفل باليتيم علشان نفتكره ونفرحه ونفكره ان احنا دايما جنبه. ليه في يوم مخصوص لليتيم؟ علشان نفتكر ان في اطفال فقدوا شخص عزيز على قلبهم، وهو ممكن يكون مامتهم او باباهم، وده مش سهل عليهم، لكن احنا نقدر نخفف عنهم بان احنا نكون اخواتهم او اصحابهم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيم الام والاب، فربنا قال في القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى. يعني ربنا كان معاه وحماه وهو صغير. وربنا سبحانه وتعالى قال في آية تانية: فأما اليتيم فلا تقهر. يعني ما ينفعش نزعل اليتيم ولا نكسره، بالعكس احنا نفضل جنبه ونحسسه ان هو مش لوحده. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني اللي يهتم باليتيم هيكون قريب من سيدنا محمد في الجنة. ما تنساش في اليوم ده تكون قريب من اليتيم، وممكن تروح له دار أيتام. مش لازم تاخد معاك هدايا أو أي حاجة، بس انت تروح، دي حاجة يعني حلوة. تروح تقعد معاهم، تلعب معاهم شوية، مش في اليوم ده بس، ممكن في أي يوم. اليتيم مش محتاج شفقة، هو محتاج حب واهتمام، وحد يقوله أنا دايما جنبك لحد ما تضحك من قلبك.